السلام عليكم يا بنات. النهارده انا حبيت اجيب العميله كده واصبغ لها قدامكم. حابه اتكلم معاكم في شويه نقط كده احنا المفروض نتعلمها كلنا. طبعا ده للمبتدئين او حتى لو انت عايزه تعملي شعرك في البيت. انا طبعا عجنت الصبغه، انا بسحب لها بصبغه 1000. صبغه 1000 دي بتسحب لون الشعر، بتغير لون الشعر. ما رضيتش اسحب لها بودره تفتيح واكسجين وكده، سحبت لها الشعر بصبغه 1000. طبعا انا دلوقتي باخد الشعر كله زي ما انتم شايفين كده. انا باخدش الجذور خالص، باخد الاطراف بس بتاع الشعرايه، وبحاول ان انا اوزع الصبغه عليها كلها. وفوق لازم تطلعي كده بالفرشه كده زي ما انا عملت لفوق كده، بحيث ان ما يبقاش نص الشعر خط كله، يعني يبقى اسود، يبقى مثلا لون وتحت لون، لا لازم يبقى مشبح كده، يبقى فيه تمويه كده في الشعرايه. الشعرايه دي كانت عامله فرد قبل كده، يعني لما تجيلك الشعرايه دي واي حد عامل فرد قبل كده، ما تستخدميش بودره تفتيح واكسجين. ليه؟ لان بودره التفتيح والاكسجين مع الشعرايه اللي مش بيور، هي اصلا مفروده، فده بيضعفها اكتر، وده بيبقى اكبر غلط على شعر العميله. فانا عايزاك تاخدي بالك من حاجه زي كده، او غلط على شعرك انت شخصيا. انت بتقسمي الشعر زي ما انت شايفاني كده، وبتعملي زي ما انا عملت بالظبط. الشعريه يعني اللون اللي انتوا هتشوفوه ده في الاخر، بصراحه اللون عجبني جدا، يعني لون فظيع. هي مش هتحط لون تاني اصلا، يعني ده يعتبر سحب، لا هي قالت لي لا انا هكتفي باللون ده، اللون ده عاجبني وخلاص على كده. في بقى حاجات لازم الواحد تعملها، يعني آه، في استخدامك اليومي او في بيتك او يعني اما تكوني فاردة شعرك وبروتين، الخطوات اللي بعد الفرد يعني. طبعا انا دلوقتي بسحب اللون ده بتاع الشعرايه، وان شاء الله يبقى هنريح الشعر يوم، وهتيجي تاني يوم تفرد. خدي بالك بقى كويس وانتي بتوزعي الصبغه كده على الشعر، ان الصبغه وصلت للشعريه كلها، المنطقه اللي انت عايزه تصبغيها. طبعا انا سايبه لها الجذور خالص، هحط عليها بس خلاص قبل ما اغسل، خلاص بخمس دقايق هحط على على الجذور. ليه؟ انا هي عايزه الجذور غامقه عن باقي الشعر. كده شعرها تقريبا خد اللون، فرق يعني اللون فتح خالص لدرجة كويسة. فانا حبيت يعني شفت ان الاطراف بتاعتها غامقة شوية، فقلت احط تاني للاطراف، وبعديها بقى احطها للجذور على طول. كده بني شوكولا، ويبقى الشعر لونه مدرج كده وشكله جميل. اللي عايزه اقولكم ان بعد ما النتيجه النهائيه بصراحه وهم يعني جميله. كده احنا بنوزع على الجذور في الاخر خالص، هندي للجذور لون بسيط وكده، يعني انت كده خلاص فتحتي الاطراف، بس اللي بتخلي الجذور للاخر، لان الجذور بتاخد اللون بسرعه، فعشان ما تفتحش معاكي او ما تاذيش الفروه برضو من ناحيه تانية. الحته اللي انا بحط لها بوزع كل الصبغه على الشعر كله كده، كل الشعر وصل له صبغه، يعني كل الشعر لونه اتغير. بصوا كده الشعريه يا بنات، انا بشد فيها، بصوا قدامكم تاني اهو. الشعرايه عامله ازاي، ما فيش استكه، ما فيش اي حاجه، الشعرايه ما اتضرتش 1%. ما اتضرتش 1%. ليه؟ انت بتحطي مع الصبغه، ممكن تحطي اي حمايه مع الصبغه. يعني انا بحط تريتمنت مثلا كافيار شويه صغيرين، هو اي نعم يعني المنتج غالي مش رخيص، بس مش مشكله، العميله تطلع مبسوطه، شعرها ما يتدمرش. انا كده بحط برضو على الاماكن اللي في الشعر اللي لقيتها غامقه برضو، عشان الشعر كله يفتح تاني. وهنروح بقى نغسل العميل. هنغسل الشعرية كويس جدا جدا جدا. هننزل منها الصبغة طبعا، وبعدين هوريكم نوع الشامبو اللي انا بستخدمه. شامبو سيلفر، وعلى فكرة بستخدم منه صبغات، وبستخدم منه برضو نفس النوع اكسجين، وتحفة تحفة تحفة. المنتج ده علاجي يعني، والله العظيم انا بحبه جدا. اهم حاجة في الصبغة انك تحافظي على الشعراية، ما تهلكيهاش، ما تنشفش، ما تبقاش ناشفة، لا الشعراية تبقى طرية. هي مش عاملة الصبغة عشان شعرها ينشف ويبوظ. بس الشعرية تحفة تحفة تحفة. اللون كمان عاجبني جدا، يعني كمان طالع فيه كده يعني
هو مش كل لون واحد حته واحده، لا يعني زي الهايلايت كده، في خصله وخصله كده، حاجه كده هتعجبكم خالص. وطبعا الشعر ده بقى ان شاء الله هعمله بكره بقى ان شاء الله تريتمنت معالج، وهوريهولكوا بقى بعد ما اخلص فيه شغل. هيعجبكوا جدا جدا جدا، لان لونه اصلا خطير، لونه مش طبيعي. انا كده غسلت الشعر خالص، هاخد بقى العميله كده وننشف الشعر ونشوف الشعر بقى على الطبيعه. احنا كده بقى هننشف الشعر. طبعا يا بنات لو واحده شعرها مصبوغ لازم تختار الماده الكويسه اللي هتحطها في شعرها. يعني الشعر مصبوغ مسحوب لونه مستحيل تعملي بروتين، يبقى على طول اختيارك بوتوكس، فيلر، نانو، تريتمنت معالج، اي كافيار، اي منتج ما يكونش بروتين. البروتين بيبقى فيه نسبة فورمالين عالية جدا. يعني عايزة شعرية بيور بيور بيور، ما تحطش فيها اي حاجة. اول مرة بروتين، بعد كده اعملي اي نوع تاني، ترطيب، ترميم، تريتمنت، بوتكس، فيلر، اي حاجة. بص الشعرية جميلة طرية، مش ناشفة. الشعرية بتلمع، الشعرية نظيفة، الشعرية صحية مش مأستكة. اللون كمان هيعجبكم جدا. بصوا اللون، بصوا اللون في الاخر بعد التنشيف. بصوا، بصوا اللون عامل ازاي، لون خطير، لون خطير يا جماعة والله العظيم. سحب بس، اقسم بالله اللي يشوف الشعر ده يقول ده صبغة لون يعني عاملة لون. لا انا سحبة بصبغة 1000 واكسجين 30، وحاطة تريتمنت كافيار معاه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تدعموني باشتراك، وان شاء الله هفيدكم الفترة الجاية كتير، وهنزل لكم حاجات كتير تعملوها في البيت كده وتفرحكم وتبقوا مبسوطين بيها. سلام.